لو انت فكرت في حد فهل ده معناه ان هو بيفكر فيك؟ طب هل في طريقة معينة نقدر نعملها بحيث نخلي حد يفكر فينا؟ طب ازاي يعرف الواحد مننا ان الشخص ده بيفكر فيه؟ ايه الطريقة؟ هجاوبكم على كل ده. جهز مشروبك المفضل واستعد لمغامرة مثيرة جدا في اعماق النفس البشرية. اللايك بتاعك ويلا بينا نبدأ. مبدئيا في جزء معارض وفي جزء مؤيد. الجزء المؤيد بيقول ان مجموعه من علماء المخ والاعصاب اثبتوا ان المخ البشري بيطلع منه حاجه اسمها mental frequencies او الترددات الذهنيه، ودي الترددات اللي بتطلع من المخ لما بيفكر في اشياء كتيره جدا. هنا كان المثير بالنسبه لهم ان هو لقوا النشاط البيولوجي بيزيد جدا في المخ لما الشخص بيفكر في حد مؤثر فيه، بيلاقوا النشاطات دي بتزيد قوي قوي قوي. فاكتشفوا ساعتها ان هو تفكيره في الشخص ده بيبقى مش شيء طبيعي بالنسبه للمخ، بيبقى شيء فيه نشاط غير عادي. ومن هنا استلم الموضوع علماء علم النفس لما فتشوا اكتر اكتشفوا حاجات مثيره، منها ان الترددات الذهنيه او الفريكوانسيز دي لما بتوصل للشخص التاني، الشخص التاني عقله الباطن بيبدا يستقبل الاشارات دي زي ما الراديو بيستقبل اشارات الراديو، وبطريقه معقده جدا جدا بيبدا يعملها على هيئه افكار للشخص التاني. وعلشان نبسط الموضوع اكتر نفترض ان في شخص الف والشخص ب. الشخص الف فكر بفريكوانسيز كبيره جدا في الشخص ب فوصلت للشخص ب. طب ازاي وصلت للشخص ب اصلا؟ الشخص ب ماشي في حياته عادي مفيش اي مشكله، جاله فجاه شعور ان شخص الف بيفكر فيه. ده عن طريق ان الشخص الف لما فكر الفريكوانسيز راحت للعقل الباطن بتاع الشخص ب، ما راحتلوش هو دايركت، راحت للعقل الباطن. العقل الباطن استقبلها بعمليه معقده، عرف يحولها لافكار فجائيه للشخص ب. فنقدر نقول ان الشخص ب حس ان الشخص الف بيفكر فيه لانه شعر بيه فجاه. والمنتال فريكوانسيز دي بتفسر ازاي الام لما بتحس ان ابنها عنده مصيبه بتعرض لمشكله وبيطلع الموضوع صحيح. بتفسر ازاي لما بتجيب سيره حد من صحابك بتلاقيه بيرن عليك، او تتكلم انت واصحابك على حد من صحابك بتلاقيه جاي في وشك. صدف كتيره جدا احنا بنطلق عليها صدف، لكن هي مش صدف ولا حاجه، هو احساس ببعض على مستوى اللاوعي. وهنا وجب نقول ان الجزء المعارض، وهو ان في علماء في علم النفس زي سيجموند فرويد بيفترضوا ان مش شرط يكون تفكيرنا في شخص معين ده معناه ان الشخص ده بيفكر فينا، ممكن تكون هي تراكمات من كتر تفكيرنا او من تكرار التفكير مع الوقت. جرب تفكر في حد لمدة شهر هتلاقي نفسك بعد الشهر ده من غير ما تاخد بالك بتفكر فيه. فعلشان نعرف نفرق ما بين ده وما بين ده لازم كويس نعرف حاجة اسمها العنصر الفجائي. يعني انت ماشي في امان الله مش بتفكر في الشخص خالص، مفيش اي حاجة فكرتك بيه، لا اغنية ولا مكان ولا اشخاص ولا اي حد، وفكرت فيه فجأة، اعرف ان هو بيفكر فيك بنسبة 100%، لان الفريكوانسيز بتاعته او الترددات الذهنية بتاعته وصلت لك من شدتها ومن قوتها، فلقيت نفسك بتفكر فيه فجأة بدون اي حاجة ما تفكرك. ومن ضمن العلامات برضو اللي نعرف منها ان الشخص بيفكر فينا وهو ظهوره في الاحلام. وهنا حد يقول لي طب انت بتقول ان العقل الباطن عنده تراكمات، ليه ما تكونش الاحلام دي تراكمات؟ سؤالك حلو جدا. التراكمات دي ممكن تكون فعلا على هيئه احلام جايه لك، بس لو كانت الاحلام دي بشكل متكرر كتير 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 اعرف ان ده مخزون كبير جدا من عقلك الباطن تجاه الشخص ده، فبيطلع لك على هيئه احلام متكرره. لكن لما يجي لك فجاه بدون سابق انذار في الحلم بس على فترات متباعدة اعرف ان هو كده بيفكر فيك، وان هو مش مجرد تراكمات من العقل الباطن. والمثير في الموضوع برضو ان مجرد ما تشوف اسمه بيتكرر كتير وصدف زي دي، حاجات بتدل ان الشخص الفريكوانسيز بتاعته عالية جدا تجاهك، ما بقاش مجرد اتصال ذهني، لا ده كمان من كتر شدتها وقوتها بدأ الفريكوانسيز دي تحيط بيك، فتبدأ تجذب ليك الاشياء القريبة من اسمه او القريبة من مجنون او كيمياء الشخص اللي بيفكر فيك. وعلشان نختصر الليله دي كلها، الشيء اللي بيفرق ما بين ان الشخص بيفكر فيك او مش بيفكر فيك هو وجود عنصر المفاجاه، ان هو يخطر على بالك فجاه بدون سابق انذار، ان اسمه يكرر كتير قدامك برضه بدون سابق انذار، انك تحلم بيه فجاه وعلى فترات متباعده، اعرف ساعتها ان هو بيفكر فيك. ونيجي للسؤال اللي كله طبعا مستنيه، ازاي اقدر اخلي حد يفكر فيا؟ ده طبعا عملته على التخاطر وناس كتيره جدا جربته، والناس اللي واخده معايا كورسز فيه جربته. انصحكم لو عايزين تاخدوا سيشن معايا خشوا ادخلوا على البروفايل هتلاقوا لينك الواتساب، ابعتوا فيه اسمكم والفريق هيرد عليكم ان شاء الله ونحدد جلسات مع بعض. بس مبدئيا لو عايز تخلي حد يفكر فيك فانت لازم تفكر في الشخص ده بتفاصيل لم يتطرق اليها عقلك من قبل. بمعنى لو انت بتفكر مثلا في ضحكته، في ابتسامته، في كل الحاجات الطبيعيه اللي انت بتفكر فيها بشكل مستمر، عقلك الباطن مش هيتاثر قوي، او على الاقل الفريكوينسيز اللي طالعه منك مش هتبقى قويه بما فيه الكفايه.